عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. بيان رسمي من حزب التحالف الوطني المصري يسرنا أن نعلن عن تعيين الأمناء النوعيين الجدد الذين سينضمون إلى مسيرة الحزب في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ودعم خطط التنمية وتمكين الشباب في مختلف القطاعات. غدا محمود أمين النحيف أمين أمانة التدريب والتثقيف، سيد أحمد سيد سلطان أمين أمانة العمال، آمال وجيه رمضان محمد سلامة أمين أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، طارق رجب عوض عبد الفتاح الدالي أمين أمانة قطاع الأعمال. يأتي هذا التشكيل في إطار رؤية الحزب لدعم الكوادر الوطنية القادرة على قيادة العمل الحزبي والمجتمعي بكفاءة، ونؤمن بأن هؤلاء الأمناء الجدد سيكون لهم دور بارز في تعزيز عمل الحزب وتفعيل أماناته النوعية بما يحقق تطلعات الشعب المصري. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.